مرحبا بكم من جديد. جبت لكم الطاسة العجيبة، الطاسة اللي في عمر ديالها أكثر من 54 عام، وغنعدلو فيها اليوم كيكة بشكل آخر. لاحظوا القوام الكيك كيفاش كيجي إخواني أخواتي، الصراحة كيجي رائع، يستحق التجربة. شوفوا الكيكة كيفاش كتكون أخوتي منفوشة، يعني الخفة فيها يا سلام، المذاق ديالها كيجي أروع، حتى في القليب ديالها وفي التنزال ديالها سهل جدا. كيف ما قلت لكم، هاد الطاسه اللي عملت فيها الكيكه والله العظيم اخوان اخواتي يعني طاسه اثريه، يعني انا ورثتها عن امي، وصراحه يعني عزيزه عليا بزاف. وكل مره ان شاء الله غادي نجيب لكم وصفه جديده اللي غادي نشاركها معكم في هاد الطاسه هادي. لاحظوا القوام ديال الكيك اخوان ديالي كيفاش كيكون، لاحظوا معي جيدا، قوام رائع جدا يستحق التجربه. اذا هيا بنا إلى المقادير. إن شاء الله المقادير اللي سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت، وكل سيدة الإخوان الأخوات راه غتقدر تعدل هاد الكيك هذا. كيف ما كنقول لكم دائما، الكيك هو السهل الممتنع. نحضروا 6 أو 5، يعني نتوما أحرار، ديال البيضات بحرارة الغرفة، حرارة المطبخ. ما من الأحسن البيض ما يكونش في الثلاجة، يعني هذا أول سر من أسرار نجاح الكيك معكم إخواني أخواتي. حاولوا ما أمكن البيض ما يكونش بارد. نأخذ 6 بيضات، وطبعا السكر. بالنسبة للسكر إخوان أخوات، عملوا 2 كؤوس من السكر. 2 كؤوس أي ما يعادل 250 غرام، 200 220، يعني كنلعبوا في هذا المجال هذا. بالنسبة للسكر كيف ما كنعرفوا الإخوان، نقدروا نزيدوا نقدروا نقصوا. الناس اللي كتبغي الحاجة ناقصة السكر تكتفي بكأس ونصف. الناس اللي كتعجبها الحاجة تكون يعني سكر معتدل، 2 كؤوس. أنا مثلا 2 كؤوس ماشي ممتلئة، يعني قليلة، يعني ناقص واحد شوية. غادي نشربوا الخلاط ديالنا ونخلطوا بهذا الشكل هذا. حاولوا ما امكن تدخلوا الهواء مزيان في الكيك، لان ما معنى الكيك باش يكون ناجح وخصو الهواء يدخل في الكيك. يعني كندخلوا مزيان الهواء في الكيك ديالنا حتى نحصل على قوام اللي كيكون كريمي ابيض، وكيضاعف لنا الحجم ديال البيض والسكر. عاد كنوقفوا الخفق. فهاد المرحله كيف ما شفتوا كنخفق بالباطور، يعني باش كيعطينا هاد مضاعفة الحجم وكيعطينا هاد القوام. لاحظوا كيفاش كيبيض. بعد نستغني عن الخلاط الكهربائي ونستعمل الفوي فقط. هنا أضيف كأس من الزيت، ممكن كأس إلا ربع، ونستمر في التحريك بهذه الطريقة. لاحظوا قوام الخليط أخواتي، الكيك السهل الممتنع، أكررها دائما. يعني كل سيدة وكل إنسان خصو يكون كيعرف يعدل الكيك. بالنسبة هنا للمذاقات، أنا اكتفيت بعلبة من الياغورت مذاق الفاني. ممكن استعمال أي مذاق آخر. كذلك ممكن استعمال كأس من الحليب، أو كأس من عصير البرتقال الطازج طبعا. هذه كلها يعني ممكن إضافات في الكيك ديالنا. وغادي نضيف إن شاء الله يعني قشور الليمون الحامض محكوكة. حامضة واحدة نأخذها، نغسلها جيدا، ثم نبشرها بشرا ونضعها في خليطنا كما تلاحظون إخواني أخواتي. نستمر في التحرك. التحرك يكون ببطء، كي الهواء اللي دخلناه في الكيك ديالنا نحافظ عليه، ما يبقاش تسرب من الهواء، وبالتالي كيبقى الكيك ديالنا منفوش. قوام واضح. بعد ذلك أحضر مذاق الفاني. فاني ممكن تعملوا واحد، ممكن تعملوا 2، ممكن تستغنوا على تعملوا أي مذاق آخر. يعني أنا كنعطيكم الأفضل دائما، الأفضل هو مذاق الفاني في هذه الوصفة. ونستمر في التحريك ببطء. لاحظوا القوام، رغم الإضافات فإن القوام يبقى محافظ على جودته. هنا أخذت 3 كؤوس ونصف من الدقيق، وأضفت لها 16 غرام من الخميرة الكيميائية بيكنج باودر، وسأقوم بخلطهما جيدا، الدقيق مع الخميرة. وبعد ذلك سأعود إلى خليطي
ولكن هذه المرة سوف أقوم بالدقيق. ضعوه على دفعتين، لأن إذا وضعتم الدقيق دفعة واحدة حجم الكيك سينخفض. لماذا سينخفض؟ لأن ذلك الهواء اللي دخلناه في البيض عند الخفق، إذا عملنا الدقيق دفعة واحدة سينخفض الخليط، وبالتالي سيصبح معكم كيكة صغيرة جدا. في هذه الأثناء أكرر: لا تخفقوا جيدا، يعني تحرك فقط، نحرك حتى ينسجم الدقيق جيدا كما تلاحظون. لاحظوا بأن القوام ليس يعني بقي خفيف، يعني يحتاج إلى الدقيق. نضيف الدفعة الأخيرة ونستمر في التحرك. لاحظوا من الأسفل إلى الأعلى، من الأسفل إلى الأعلى بحركات دائرية حتى نحصل على هذا القوام. أنا أردت أن أنسم الكيكة بالكاكاو. غادي نقسمو الخليط ديالنا على 2. بغيتو تقسمو على 2، بغيتو تاخدو منه غير جزء قليل وننسموه بالكاكاو، ثم نقوم بتزيين الكيكة ديالنا. أنا تقريبا أخذت النصف. لاحظوا القوام. إخواني أخواتي، كي لا أنسى، لقد أضفت ملعقة صغيرة من الخل. ملعقة الخل الدور ديالها كتعطينا الكيك كيبقى منفوش، كيجي هش. هنا نقسمو جوج، وغادي نجيب ملعقتان ممتلئتان جيدا من الكاكاو. حاولوا أن تكون عندكم الإخوان والأخوات يعني نوعية جيدة، نوعية ممتازة من الكاكاو. القسمة اللي غادي نزيدو لها الكاكاو الأخوات، من الأحسن غادي نزيدو لها إما ملعقتان من الحليب أو ملعقتان من الياغورت. أنا عملت ملعقتين من الكريمة اللي كانت عندي متوفرة في ذلك الوقت. علاش؟ لأن القوام دابا الكيك صافي خدا القوام اللي خصو ديال الدقيق، وبالتالي بما أننا أضفنا الكاكاو غادي نزيدو شي حاجة سائلة باش الخليط ديالنا يجي نفس القوام مع الخليط الأبيض. لاحظوا معي القوام رائع جدا صراحة. غادي ناخدو الخليط الأبيض والخليط الكاكاو ونضعهم إما في لابوش جيب حلواني عفوا، أو نضعه في مثلا كأس يعني كبير. المهم نقسمه إلى قسمين. أنا وضعته هنا في هذا الجيب الحلواني. ثم ذلك نقوم بتشكيل أي شكل تحبونه وتتمنون فعله. أنا في الحقيقة عملت يعني جزء أبيض، 3 أجزاء بيضاء، و3 أجزاء يعني منسمة بالكاكاو، وبدأت أضع في كل جزء اللون المغاير كما سوف تلاحظون إخواني أخواتي. الجزء الذي فيه لون شوكولاتي أضع فيه الأبيض حتى تنتهوا من الخليط. يعني عملية سهلة. في الأثناء كيكون عندنا الفرن ساخن على 160 درجة. بالنسبة للطاسة ديالنا العجيبة راها مدهونة عندنا مزيان بالزبدة ومرشوشة بالدقيق كيف ما كتلاحظوا. غنبقاو حتى كنسيرو الخليط الأخوات. لاحظوا معي النهاية والنتيجة. بعد ذلك أخذ يعني كوردون أو فرش سكين أو أي شيء، وأقوم بحركة دائرية داخل الإناء. كما قلت لكم الأخوات، الفرن خصو يكون ساخن. غندخلوها الفرن ديالنا يعني إلا كان عندكم الغاز شعلوا من الأسفل فقط، إلا كان عندكم الضوء شعلوه من الأسفل ومن الفوق، ولكن عملوها قريبة للأسفل، ما تخلوهاش مهزوزة بزاف. الطياب ديالها في الفرن الكهربائي عندنا 25 دقيقة حتى 30 دقيقة 160 درجة. أنا عملتها في فرن الغاز لأن أنا أفضل صراحة الكيك في فرن الغاز. وها هي دي بعدما تكون جاهزة. صراحة تستاهل منكم أكبر جيب وأحسن تعليق وأحسن اشتراك في القناة. مع تحيات حلويات عروس الشام.